أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وخليلنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نعيش في نعم كثيرة أنعمها الله علينا، والعاقل والمؤمن هو من انشغل بعد النعم وترك عد النقم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك ذم الله تعالى الإنسان الكنود. إن الإنسان لربه لكنود، أي يعد النقم وينسى النعم. نعم كثيرة أنعمها الله علينا رغم ما نعيشه من وضع اقتصادي ووضع معيشي وغلاء في الأسعار وارتفاع الدولار وأوضاع اجتماعية واقتصادية وأمنية ولا أخلاقية، إلا أننا يجب أن نمارس شكر الله سبحانه وتعالى. وما هذا الابتلاء وما هذا البلاء إلا لتعود هذه الأمة لتتذكر خالقها وتتذكر ربها. وإذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلاماته عليه، انظر إلى هذا الموقف في الشكر والموقف في الخضوع والموقف في الإيمان. قال: عرض علي ربي أن يحول لي جبال مكة بطحاء مكة إلى ذهب وفضة، فقلت: لا يا رب. عرض علي ربي عطاء الله الذي لا ينقطع، عطاء الله الواسع، عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه آثر ما عند الله في الآخرة على ما في هذه الحياة الدنيا. قال: لا يا رب، إنما أجول يوما وأشبع يوما، أجول يوما وأشبع يوما، فإذا جئت تذكرتك وتضرعت إليك.
إليك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. تصور هذا المشهد عند الجوع. الأصل في الإنسان أن يتضرع إلى الله، وأن يلجأ إلى الله، وأن يطلب ما عند الله في حالة الضراء وحالة البأساء وحالة الشدة. وفي حالة النعم أن يشكر ربه جل وعلا ويحمده. أما نحن اليوم أيها الإخوة في أمر عجيب، رغم الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية تتفاجأ بكمية كفران النعم عندما ينعم الله على أحد. إن أنعم عليه بالنجاح كان التعبير بإطلاق الرصاص المؤذي للناس. نتكلم ونحذر ونحرم ونوجه ونرشد ولا نجيب. هكذا يقابل نعمة النجاح بإطلاق الرصاص فيصيب الأبرياء ويضر الممتلكات. هكذا تقابل نعمة الله ليتك وسلمت. يقابل نعمة الله بالسلامة من السفر بمظاهر لا يقبلها شرع ولا دين ولو كنت قادما من الحج من فريضة الله. والله يا إخوة أصبح هناك تفنن في كفران النعم، وكل يوم كل سنة تسمع ابتكارات في استقبالات الحجاج، فلعلنا نعذر الحجاج إن كانوا لا يعلمون، فإن كانوا يعلمون فهم مشاركون في الرزق. مظاهر استقبالات الخيول، مفرقعات، إطلاق رصاص، هذا ما يقابل نعمة الله. تعال إلى نعمة الله على العبد في الزواج. لا تعلم من أين تخترع الولائم. وليمة عند الخطوبة، وإن شئت فقل عند الكلام وطلب يد البنت. وليمة عند الخطوبة بطلب يدها. وليمة عند وداع العزوبية قبل الزواج. والجياع يفتشون عن الخبز في صناديق القمامة، لا يجدون ما يأكلونه. ثم ما أشد تعبيراتنا فقط أن نتكلم عن منظومة فاسدة تحكم هذا البلد. نعم فاسدة، لكن الفساد منك قبل. أولئك مسؤوليتهم ووزرهم وذنبهم على قدر مسؤوليتهم، أما أنت فما مبرر فسادك. وليمة بوليمة، بمظاهر، بتصوير، باستفزازات، بحرق قلوب الفقراء والمساكين. من مبرر؟ بمنكرات، بمطربين، براقصات، باختلاط، بنثر المال في الأعراس ورشه على رؤوس العرسان، بوطئه بالأقدام. كل هذه المظاهر كفران النعم. هكذا تقابل نعم الله. ثم يحدثونك عما يجري في كواليس مجلس النواب وغيره. نعم مجرمون، مقصرون، مفرطون، لكن والله الإجرام الأول منك أنت. حين لم تحفظ نعمة الله أنت بلا مسؤولية وتفعل ذلك على قدر أمور بسيطة. نجح، احمد الله، وزع خبز، اسجد سجدة شكر، وزع تمر، تصدق على يتيم، على أرملة، ساعد محتاجا، ساعد مريضا، كبيروك على أبواب المستشفيات من أناس لا يجدون ثمن العمليات. أم أن القضية أن يراك الناس؟ من المضحك الابتهاج بالنجاح رغم أنهم نجحوا بإفادة. ما الذي يجري أيها الأخوة؟ قال بل أجوع يوما وأشبع يوما. أكان عاجزا أن يطلب من ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء كما أنزلت على عيسى عليه السلام؟ أو كان عاجزا أن يطلب من ربه أن يحول له جبال مكة إلى ذهب وفضة؟ لا أيها الأخوة،
كان يمر عليه الهلال والهلال 3 أهلة في شهرين فلا يوقد في بيته نار صلوات ربي وسلامه عليه. أأنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى جاءوا فأكلوا أوراق الشجر. هل وصلنا إلى هذه المرحلة لا قدر الله أن لا نجد في بيوتنا شيئا؟ ألا نجد في بيوتنا شيئا حتى ولا برغل ولا بطاطا ولا تمر ولا خبز. وصلنا إلى هذه المرحلة لا نجد شيئا. كانوا يأكلون فقط التمر والماء، وليس يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، 3 أهلة في شهرين. هذا هو سيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القدوة. لا يعني أبدا أن نستسلم لواقع أراده لنا سياسي هذا البلد، لكن كفى بكاء، كفى كفرا للنعم، كفى بطرا، كفى أشرا ألا يوجد من يرشد ويوجه. أليس فيكم رجل رشيد في هذه العائلة، في هذه القبيلة، في هذه الأسرة؟ إن أراد بعض السفهاء في الأسرة أن يجروك إلى المحرمات والمنكرات وأن تبتهج بطريقة تغضب الله، ألا تقف؟ ألا تقف؟ لماذا المسايرة؟ ألا تقف وقفة تخلصك أمام الله؟ والعجيب أنه يقف أشد من ذلك إن كان الموضوع يتعلق بأرض أو يتعلق بسيارة أو يتعلق بعروس. يقاتل وينافح ويرفع صوته ويتحدى الجميع ولو اقتضى أن يزهق الأرواح. فإذا ما تعلق الأمر بشريعة الله نام، تجاهل، تقاعس، قال ليس لي من الأمر شيء، لا أستطيع فعل شيء. أيها الإخوة، إننا أمام واقع خطير. كفران النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النعم تأتيها، النعم ترد إليها. وهذا المثل في الأساس الذي ضربه الله كان في حق مكة التي هي أم القرى، فكفرت بأنعم الله، كفرت بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهو مثل لكل بلدة وكل قرية وكل عائلة وكل بلد، وكلنا يعلم، وإن كان البعض صغيرا في السن يومها لعله يسمع كيف كان لبنان فيما مضى. لنتكلم عن بلدنا قبل غيره. فكفر بأنعم الله في عز الأزمة أيها الإخوة. تذاكر حفلات الطرب والنجوم تنفذ بلمح البصر. ماذا يجب؟ المال الذي ينفق على الدخان وعلى الأراضي شيء لا يوصف. المال الذي يبذل على المفرقعات وعلى الكماليات، وهناك من لا يجد ما يأكله شيء لا يوصف. الاعتداء على القصر ومحادثة الاعتداء على الطفلة ببعيد، التقاتل من أجل أرض، إزهاق الأرواح، إراقة الدماء أغلى من هذه الأرض. هذا بطل أيها الأخوة، كفر للنعمة، كفر. فكفرت بأنعم الله. سب الرب والعياذ بالله، سب الدين والعياذ بالله، إهانة للقرآن. قبل أن يهان في السويد قد أهين في كل بلدة وقرية إلا ما رحم الله. بيوت الله مهجورة. وفتشوا أيها الإخوة في هذا الجمع الكريم
بيوت الله لماذا هي خاوية في صلاة الفجر؟ ووالله إن هناك قرى لا يفتح المسجد عند الفجر إلا المؤذن. ثم نتساءل لماذا يحل بنا ما يحل، ثم نتساءل لماذا لا يغير الله حالنا، ثم فقط ننشغل بتوزيع التهم على حكام العالم وحكام العالم ومجالس الأمم. نعم مسؤولون، لكن والله يا إخوة التغيير يبدأ منا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما تكونوا يولى عليكم إن لم ترجع هذه الأمة تحقق شكر نعمة الله عليها، تعترف بأن المنعم هو الله، تحفظ نعم الله فلا تستعملها فيما حرم الله، لا تستعمل نعمة البصر في النظر إلى الحرام، ولا نعمة السمع في استماع الحرام، ولا نعمة القدمين في المشي إلى الحرام، ولا نعمة البطن بإدخال الحرام إليه، لا تستعمل نعمة المال في الإنفاق فيما حرم الله، فالله تعالى يوم القيامة سائله من أين جلبت هذا المال وفيما أنفقته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها رغم كل المآسي، إلا أننا لا نزال نعيش في النعيم. وأسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يحفظ تلك الوصية النبوية حين قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك. هنيئا لك يا معاذ هذه المحبة، لأن جميعنا يقول أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال: من الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما أحوجنا أن نشكر الله وأن نحفظ دين الله وأن نحفظ هذه النعم حتى يديمها الله علينا، وإلا سنسلبها كما سلبتها الأمم من قبلنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلي وسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا أن نتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. ما أحوجنا أن نتمثل بهذا الهدي النبوي، فإن ضاقت عليك الدنيا لا تبادلها بالمنكرات ولا بالكفر ولا بالطلاق ولا بالعصبية الجاهلية التي تدمر فيها بيتك، إنما الجأ إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا هو الهدي النبوي، وهذا هو التصرف الشرعي عند الشدة، عند الأزمة، عند البلاء. يجب أن نتضرع إلى الله أكثر، لكن للأسف يا إخوة نحن في شدة منذ ما يقارب 3 سنوات وأكثر، ومع ذلك تزداد المنكرات، تزداد المحرمات، تزداد المعاصي. وبئس ذاك الإنسان الذي ينشغل فقط على صفحات الفيسبوك أو على الواتساب أو في المجالس، ينشغل فقط بنقد الناس ولا ينظر إلى عيوبه، لا ينظر إلى تصرفاته، لا ينظر كم هو يساهم في دمار المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو الرواية الأخرى فهو أهلكهم. الأمة فيها خير يا إخوة، الأمة فيها صالحون، الأمة فيها مطيعون، لكن الخطورة الآن أن يكثر الخبث، أن يتحكم في القرى وفي البلدات وفي العائلات سفهاء لا يرون حق الله، ليأخذ كل عاقل دور في المجتمع
في بلدته أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم، يأخذ دوره لنفوت الفرصة على أولئك أصحاب المنكرات والشهوات والعصبيات وسفك الدماء وإطلاق الرصاص، لنأخذ دورنا حتى لا يأخذ الآخرون دورنا. إنها دعوة أن نخفف من النقد الذي لا ينتج. نعم، هناك النصيحة، هناك الإرشاد، هناك التذكير، أما أن نتسلى فقط من أجل أن يرى كم لايك يأخذ على الفيسبوك فقط، ينتقد وينتقد وينتقد، تظنه قد حرر الأقصى وإذ به نائم في فراشه. يتمنى ما شاء الله في منشوراته أن يصلي في المسجد الأقصى وهو لا يصلي في مسجد قريته وحارته. يتحدث عن هتك الأعراض وهو الذي يصاحب من البنات على الفيسبوك العشرات ويراسلهن ويعرف بأعراضهن، ومنهن المتزوجات يحدثك عن الطهارة والعفة والنقاء والتغيير، وهو أول جرثومة في مجتمعه. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلك. لا نريد نشر فاحشة ولا إشاعة فاحشة، إنما نريد الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إنه مركب الصلاح والإصلاح وسفينة النجاة التي تعبر وتمر، فالعمر ماض والزمن سيغادرنا، ولن يحفظ التاريخ ولن تحفظ السجلات إلا الذي عمل الصالحات. وأما أولئك المفسدون فإلى مزابل التاريخ وإلى لعنات الأجيال بما يساهمون من دمار مجتمعهم ودمار قراهم وبلداتهم. فما أحوجنا أن نشكر الله رغم الضائقة التي نحن فيها، لعلنا نرجع إليه. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. فاتورة تدفعها في الصباح فتؤدي شكر اليوم، وفاتورة تؤديها في المساء فتؤدي شكر الليلة. ما أجمله من دين. بل اسمع، حين تشكر ربك على ما أنعم به عليك من نعمة أو على أحد من خلقه، هذا هو إياك من هذا الحسد القاتل. لماذا جاري يزوج أبناءه وأنا لا أستطيع؟ لماذا جاري يسفر أولاده وأنا لا أستطيع؟ لماذا فلان يوظف أبناءه وأنا لا أستطيع؟ هذا هو الحسد، وهو الحالقة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. تشكر ربك ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه، لأنه الشعور بالآخر، فإذا كان جارك بخير فأنت بخير. تحمد الله على النعمة عليك وعلى النعمة على جارك وعلى النعمة على أي عبد ومخلوق كان، ولو في الصين ولو كان في كندا ولو كان في أمريكا ولو كان في أفريقيا، أينما كان تحمد ربك على أن تمن عليه، لا أن تكون من أولئك المخربين المشوشين الذين إذا رأى أحدهم من يبني اتصل ليخرب البناء، أو من يحفر البئر اتصل ليخرب حفر البئر، أو وجد إنسانا متفوقا فيبدأ بالتخريب والتشويش عليه. لا بارك الله في هذه الألسن ولا بارك الله في هذه الكلمات. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نكون جسدا واحدا، أمة واحدة، مترابطة متماسكة، نستشعر نعمة الله علينا، وإلا فوالله فسيصيبنا لباس الجوع والخوف بما نصنع وصنعنا. أسأل الله أن يردنا إلى دينه وردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد. أذكره الذاكرون الأبرار وطلع الليل والنهار، عدد أوراق الأشجار، عدد طهرات البحار والأنهار، عدد الملائكة الأطهار. صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم اغفر لباري هذا المسجد وواقفه والساعي فيه يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين المضطهدين المشردين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي بورما أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة العتاة المجرمين الظالمين، احصهم عددا واقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب قدرتك وفنون سطوتك بعظمتك وجبروتك يا عظيم يا جبار يا عظيم يا قهار. اللهم الطف بإخواننا المحاصرين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير ووفقه لكل خير، إن أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو تخريب أو تفجير أو تدمير أو سرقة فخذ رب العزيز المقتدر فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.